هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 14 من أكتوبر. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعات يقدم لكم الزميل أحمد شريف الحلقة الثانية من اللقاء الذي أجراه مع الأستاذ أحمد نقاش مسؤول الإعلام في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، ويتناول معه آفاق العمل الإعلامي المعارض. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. أسراب الجراد تهدد القرن الأفريقي حتى منتصف العام المقبل. القارة الأفريقية بحاجة إلى $1.5 تريليون لتخطي آثار الكورونا. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إيرينا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو بأن أسراب الجراد تهدد حوالي 9 ملايين أسرة في شمال إثيوبيا وإريتريا، وأنها قد تستمر حتى مارس من العام المقبل، ومن المرجح أن تؤدي هذه الأسراب لفقدان حوالي 1.5 مليون طن متري من الحبوب، مما ينذر بعواقب إنسانية وخيمة. وكانت المنظمة قد بدأت في برنامج عمل مع دول المنطقة، وقدمت فيه ملايين الدولارات للقضاء على الجراد في أثناء فترة التوالد، وحذرت كل من اليمن والسعودية وإريتريا وجيبوتي والسودان وإثيوبيا والصومال بأن هذه الأسراب قد تؤدي إلى خسائر كبيرة خلال المواسم الزراعية، مما قد يؤدي إلى ظهور شبح المجاعة خاصة في إثيوبيا والصومال وأجزاء من إريتريا. نقلت BBC عن صندوق النقد الدولي قوله بأن قارة أفريقيا تحتاج إلى $1.5 تريليون على مدى السنوات الثلاثة المقبلة للتعافي من التكاليف الاقتصادية والصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا. وقالت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا أن العالم يجب أن يقدم المزيد لدعم أفريقيا للتعافي من هذه الأزمة. يأتي هذا على الرغم من أن عدد حالات الإصابة بالفيروس والوفاة جرى ذلك في أفريقيا أقل من معظم القارات الأخرى، ولكن البنك الدولي يحذر من أن 43 مليون أفريقي آخرين يواجهون خطر الوقوع في براثن فقر مدقع نتيجة الوباء. وفي اجتماع عبر الإنترنت مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، قالت غورغييفا أن الوضع الاقتصادي للوباء يرد النمو الاقتصادي القوي في أفريقيا في السنوات الأخيرة على أعقابه، حيث اختفت وظائف كانت قد توفرت مؤخرا، وانخفضت مصادر دخل العائلات بنسبة 12%. وللمساعدة في تخفيف التداعيات، انتهجت العديد من الحكومات الأفريقية سياسات كلفت 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب ما قالت غورغييفا. بهذا الخبر مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. أسراب الجراد تهدد القرن الأفريقي حتى منتصف العام المقبل. القارة الأفريقية بحاجة إلى $1.5 تريليون لتخطي آثار كورونا. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. ونتابع ما بدأناه من حديث مع الأستاذ أحمد نقاش، مسؤول مكتب الإعلام والثقافة للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. أستاذ أحمد، مرحبا بك في الجزء الثاني أو الحلقة الثانية من هذا اللقاء. هذه إذاعة إرنا. أهلا وسهلا. طيب أستاذ أحمد، نسعد مرة ثانية بالحديث إليك. نأتي للمكتب الآن أو لمهام الإعلام للمجلس. دايرين، أنت استصحبت لنا طبعا، قلت عملتوا مراجعات واجتماعات كثيرة لحد ما تطلعوا بالإعلام، مما يتكون، وإن كنت أشرت أنت في اللقاء السابق أنه في تلفزيون وإذاعة
وبرضه موقع يعني. ممكن تدينا بالتفصيل أستاذ أحمد ملامح هذه الوسائل شنو؟ نعم. بداية أنا أشكرك مرة أخرى. هي الوسائل التي حاولنا امتلاكها منذ فترة هي طبعا القناة الفضائية، البث الفضائي، والوسيلة الثانية هي كانت إذاعة راديو، وأيضا موقع إلكتروني، أيضا صفحات في التواصل في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا هذا كان مقدور عليه، أننا عندنا صفحة في التواصل الاجتماعي سواء كان فيسبوك أو تويتر، دي موجودة. أيضا عندنا موقع إلكتروني موجود، لكن العقبة كانت في إذاعة والقناة الفضائية، طبعا لما تحتاجه من الكادر البشري والإمكانيات والمواد، ده كان سبب التأخير. الآن طبعا الخيار كان هل نبدأ بالقناة الفضائية أم بالإذاعة؟ طبعا هناك كان وفق الدراسات التي قدمت لنا أنه إذاعة راديو هو أفضل بالنسبة لمن في الداخل في إريتريا، لأنه مجتمعنا طبعا معظمه يمتلك راديو أكثر مما يمتلك التلفاز. وكذلك المراقبة الأمنية قد تكون أقل على الراديو مما هي على القناة الفضائية أو على التلفاز. ممكن إذاعة راديو ممكن يسمع المزارع وهو في مزرعته والراعي مع مرعاه، وكذلك الإنسان في بيته، في الدكان، في البيت. لكن التلفزيون طبعا قد يكون يحتاج وضعية خاصة. لهذا السبب معظم الآراء كانت تميل إلى هذا الجانب، وفعلا هذا كان رأي مقبول من حيث الوضع الموجود في إريتريا. لكن يعني عندما توفرت لنا الوسائل أكثر للانطلاق بالقناة الفضائية، دشنا في قرة الفاتح 2020 البث التجريبي لقناة أدال الفضائية من سبتمبر. من سبتمبر، نعم. نعم. طيب الإذاعة بدأت 200 أستاذ أحمد؟ لا، الإذاعة لسه لم تبدأ. الإذاعة هي كفكرة موجودة لكن لم تبدأ بعد. جميل. طيب هو المعروف أنه الإذاعة أسهل. ليه بديتوا بأدال؟ لأنه أدال هل عشان كانت موجودة؟ هل امتداد تاريخ أدال هو امتداد التيفي، أدال تيفي يعني قصدي؟ نعم. هو نحن الآن ركزنا على البث الفضائي لسببين رئيسيين. أول، توفرت الساعات اللي كنا نريدها في البث الفضائي بالتعاون أو بوقوف بعض الإخوة معنا في هذا الجانب. النقطة الثانية أيضا أردنا أولا أن نصل لجمهورنا من خلال هذه القناة الفضائية، أول يتعرفوا على المجلس، ومن خلاله أيضا يكون في تفاعل جماهيري حتى ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي إذاعة راديو، التي بالتأكيد ستركز لمخاطبة الداخل يعني. لكن جميل. الآن يعني كان الاستراتيجية البدء بهذه القناة الفضائية. طيب والموقع اسمه برضو الموقع اسمه شنو في الويب مثلا؟ موقع المجلس لمن أراد أن يتابع. نعم، يعني ncd.net. معلش مرة ثانية. encdc.net. طيب ما توصلتوا لاسم كده يربط يسهل بدل الاختصارات دي؟ وأنا معاك، الاختصارات دي هي لاسم المجلس يعني. نعم، هي لاسم المجلس اللي هو المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. المهم بدينا بهذا. لو كتب الواحد المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي بالعربي والتجرينيا بيقدر يخش في الموقع؟ قد يخش عن طريق جوجل. ممكن يخش يعني، لأنه موجود هذه الأسماء أيضا موجودة يعني ضمن الرابط. جميل جدا. الموقع بدأ 200 مع تدشين أدال؟ لا، الموقع بدأ منذ بعد. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامج متابعات إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وهي الآن طبعا هي انطلقت كبث تجريبي فضائي. الآن
يعني قبل فترة قليلة نحن أسسنا لها إدارة خاصة لهذه القناة حتى تكون في هناك مساحة من الحرية لممارسة المهنة الإعلامية، ما تكون مضغوطة بالجانب السياسي للمجلس الوطني. بالتالي نحن أسسنا لها إدارة مستقلة لهذه القناة، وهي الآن بصدد وضع برنامج تفصيلي لعله عما قريب سيظهر، يعني البرنامج بصفة عامة يعني. اوكي طيب ما طيب، وضعناه الاستراتيجية. يعني طيب الهيكل كده يقول لنا الهيكل يتكون المكتب الإعلام يتكون من شنو؟ هو الآن مكتب الإعلام يتكون من مسؤول مكتب الإعلام والثقافة، لكن بما أننا وضعنا أيضا لائحة خاصة بالنسبة لقناة أدال الفضائية، يعني الهيكل لقناة أدال الفضائية يتكون من المجلس الإداري، وبعدين يتكون من المدير العام للقناة، بعدين رئيس قسم تجرينيا، رئيس قسم العربي، وبعدين رئيس القسم الفني، وأيضا قسم الترجمة موجود. دي هي الهيكلية الأولية الموضوعة. أيضا اللجنة المالية موجودة ضمن هذه الهيكلية. دي خاص بقناة أدال الفضائية. اوكي استاذ احمد، طبعا الان مثلا المستمع، نحن نتحدث عن البرامج وكذا وبتاع، ولكن انا في تقديري انه اي اعلام بيقيف على نجاحه على 3 عوامل رئيسيه، اللي هي مثلا وجود سياسه واهداف محدده مرسومه بوضوح. نمرة 2 وجود كفاءات إعلامية متخصصة تدير هذا العمل. والثالث هو وجود ميزانية، لأنه لا يوجد إعلام ناجح بدون وجود ميزانية. بوضع ال3 المسائل دي في الاعتبار، أستاذ أحمد كده تحدث لنا عن ال3 المحاور، حتى وإن كان السياسة هي واضحة وتغيير وكده بتاع، ولكن في سياستكم استقراء أو قراءة للمخطط العام من ال3 الأشياء هذه، إعلام المجلس وضعه شنو يعني؟ طبعا هي بما أنها هي بداية، طبعا الآن كل عمل قائم على الإخوة المتطوعين من الإعلاميين الإريتريين الناشطين في إطار المجلس أو في خارج المجلس. بالنسبة للكادر الآن هو كل شيء مبني على التطوع، لكن عندنا الحمد لله عندنا كوادر عندها كفاءة وقدرة وتجربة في المجال الإعلامي، وتم تكوين الإدارة من هؤلاء الإخوة. بالنسبة للبرنامج والسياسات طبعا هي واضحة، لكن كما أسلفت الذكر أنها ستظهر بالتفصيل من خلال ما سيأتي به الإخوة في إدارة القناة الفضائية. بالنسبة للجانب المالي اللي هي الميزانية، دي طبعا مسألة مهمة جدا جدا، لعل هذه هي كانت العقبة في تأخير انطلاق البث الفضائي نفسه. الآن منذ انتهاء المؤتمر الثاني 2019 إلى اليوم لعل عملنا سنة وزيادة، وهذا التأخير كان نتيجة الضعف الجانب المالي. الآن أيضا لا ندعي أننا يعني نمتلك كل القدرات المالية لما يتطلبه هذا المجال الإعلامي الحيوي، لكن الآن في الميزانية الأولية التي تسير هذا العمل، وخاصة ما تغطي لنا الساعات بالنسبة للقناة الفضائية. لكن استراتيجيتنا الآن مبنية على ما سيقوم به الشعب الإريتري من الوقوف إلى جانب هذه القناة، وكل الإخوة المناضلون ومكونات المجلس الوطني الإريتري من التنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، دول كلهم سيتم مخاطبتهم حتى يكون العنصر الداعم بالنسبة لهذه القناة. وبعدها من ضمن الاستراتيجية اللي عندنا إنه هذه القناة تكون عندها ميزانية خاصة، أيضا تنتقل من المتطوعين إلى متفرقين في خدمة هذا المجال، لأننا عندنا إيمان كامل في مكتب الإعلام لا يمكن أن نصنع إعلام ناجح وندمن استمراريته إلا عبر وجود ميزانية كافية، حتى نستطيع من خلال هذه الميزانية
توفر كادر متفرق لهذا العمل بكامل ساعاته حتى نصل إلى النجاح الحقيقي بالنسبة لهذا الإعلام. ده موجود ضمن الاستراتيجية، وأيضا عندنا خطة مالية من خلال اللجنة المالية التي كوناها حتى تنطلق في هذا المجال. وطبعا كما تعلم أستاذ أحمد، نحن الآن عملنا كمعارضة إريتريا كله مبني على التبرعات والهبات التي سيقوم بها الشعب الإريتري والمهتمون بأمر هذا الجانب، ودي هي الاستراتيجية المبنية عليها. لكن عما قريب لعل ستكون هناك في ميزانية كاملة وشاملة لهذا الإعلام، لكن إلى الآن لا أدعي أن هناك في إمكانية كاملة لوجود كادر متفرق لهذا المجال. لهذا السبب ما زلنا نعتمد على الكادر المتطوع، لكن مع تقدم العمل مع الخطة الموضوعة نتمنى في وقت وجيز أن نصل للأهداف الكبيرة وأن تكون هناك ميزانية كاملة مستقلة لهذه القناة. طيب إن شاء الله أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، بنسأل عن على أي سات تبث أدال تي في، النايل سات ولا العرب سات؟ لا، النايل سات، القمر الصناعي النايل سات. النايل سات. نعم. جميل. وطبعا الإيجار على النايل سات ليس سهلا حتى على العرب سات. ومن هنا طيب الناس أستاذ أحمد، العمل الإعلامي، ونحن لما نقول أدال بمعنى يعني هي ما تعبر عن تطلعات الشعب الإريتري في الحرية والاستقلال وتحرير البلاد من هذا الكابوس الموجود في البلد، ولا يمكن أن يكون إعلام ما لم تدعمه الجماهير. وتجربة أدال في فترتها السابقة معروفة أسباب توقفه، وهناك عدد من المراصد شغالة برضو بهذه التبرعات. أستاذ أحمد، حتى الآن تفتكر إنه الشعب الإريتري الموجود في الخارج، في الداخل ده لا حول له ولا قوة، الموجود في الخارج تفتكر قاعد يتجاوب مع النداءات؟ وفي نفس الوقت إيش الحملات أنتم اللي قاعد تعملوها مثلا في البث التجريبي الموجود الناس عشان ما تتبرع وتقيف مع أدال تي في حتى ما تؤدي رسالته بالوجه على الوجه المطلوب؟ نعم، حقيقة من البث التجريبي القصير في الأيام القليلة الماضية يعني نحن وجدنا تفاعل كبير جدا جدا من الجماهير الإريترية في كل المناطق، وخاصة من جاليتنا في أستراليا ومن جاليتنا في أمريكا وأوروبا، في تفاعل شديد واستعداد كبير لدعم هذا التوجه. بل قالوا الآن هو يعني الخطوة العملية الحقيقية التي دخل فيها المجلس الوطني الإريتري في هذا المجال الحيوي اللي هو مجال الإعلام. وبالتالي كثير من جمهور أبدأ استعداده بالكامل أنه لوقوف وراء هذه القناة. لكن اللجنة المالية طبعا الآن بصدد وضع تصور كامل لكيفية الانطلاق في هذا المجال، مخاطبة الناس. وطبعا انت تعرف استاذ احمد، يعني اولا البنيه التحتيه لابد ان تكون موجوده، مثل رقم الحساب البنك الذي يتم التبرع به بمختلف طرقه، سواء كان رقم حساب محلي في السويد او دولي. ده كله الان بحمد الله تم اعداد له واستخراج كل هذه الارقام. الان سيتم توزيعها او اعطائها للجنه الماليه بحيث هي تقوم باستراتيجيتها لتنطلق لجمع التبرعات والهبات من كل المهتمين بالشأن، شأن المجلس والشأن الإعلامي الإريتري بصفة عامة. بالتالي أعتقد من خلال متابعتنا في تفاعل كبير وفي احتمال كبير أيضا لأننا سنحقق ما نصب إليه في هذا الاتجاه. حتى من داخل إريتريا يعني وجدنا أنه في فرح بالنسبة لهذه البداية ولهذه الانطلاقة، وحتى عبروا لنا بعض الإخوة أن كونه الآن ينطلق إعلام مسؤول يكون تحت مظلة كبيرة مسؤولة هو الذي سيحقق الهدف الحقيقي بالنسبة لخدمة القضية العادلة بالنسبة للشعب الإريتري أو في مواجهة إعلام النظام الدكتاتوري الموجود في داخل البلد. نعم.
نحن والله من هنا نهيب بكل المستمعين أن يدعموا أدال تي في، لأنه هذه المظلة السياسية في المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، هذه المظلة تحتاج إلى إعلام، والإعلام يحتاج إلى وقف. والله يعني، وطبعا الحاجات الدائرة دعم هي نوافذ كثيرة، لكن يعني نحن ما دارين نتحدث عن تفاصيل، ولكن بحجم المسؤولية السياسية الموجودة ينبغي دعم هذه المراصد كلها الموجودة في الخارج حتى ما تؤدي رسالته، والتنوع هو مطلوب. يعني أستاذ أحمد، نأتي إلى لأنه الإعلام الذي لا يعمل في أجواء من أجواء الحرية لا يحقق نجاح. ما هو سقف الحرية الموجود؟ طبعا لسه ما بدت الآن، لكن برضو البدايات هي تبشر بالمستقبل. يعني سقف الحرية اللي حتكون موجودة للإعلاميين المنخرطين في المجلس، لأنه التزامات المجلس والتزامات الأحزاب، لأن المجلس مكون من أحزاب، هذه الالتزامات وهنا قد لا تتيح الفرصة والحرية الكاملة لمعالجة حتى الحديث عن أعضاء المجلس ذاته إذا مثلا في ملاحظات وكذا. فسقف الحرية الموجود في سياستكم العامة شنو؟ نعم، بالمناسبة بالنسبة لسقف الحرية الموجود هو حيكون بقدر المستطاع، يعني حنتيح مساحة أكبر. كما ذكرت حضرتك، المجلس الوطني المظلة الكبيرة هو طبعا يتكون من عدد من التنظيمات الإريترية، مختلف المشارب، مختلف التوجهات، وكذلك من عدد من مؤسسات المجتمع المدني. هذا في حد ذاته سيف ذو حدين، بمعنى أنه أحيانا قد يدع بعض الضوابط، وأحيانا أخرى أيضا هذا التنوع الكبير أيضا لمكونات المجلس قد يتيح مساحة أكبر أيضا لحرية التعبير. نعم. في إعلام المجلس الوطني، لأن هذا الإعلام ليس لتنظيم معين حتى يتحكم فيه 100%، وأيضا ليس هو إعلام أيضا مفتوح أنه غير مسؤول، وبالتالي هو حيجمع بين المسؤولية وبين إتاحة الحرية، مساحة من الحرية في إعلام المجلس. انطلاقا من هذا المفهوم نحن قررنا أن تكون إدارة خاصة لهذه القناة، يعني إدارة مستقلة شبه مستقلة، لكنها في إطار السياسات العامة للمجلس الوطني. والسياسة العامة للمجلس الوطني ما هي؟ هي حتى اسم المجلس هو المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، والديمقراطية لا تبنى إلا على حرية التعبير، والديمقراطية لا تبنى إلا على مساحة من الحرية مع وجود المسؤولية. إذن هو حيكون إعلام مسؤول، لكن حيتيح مساحة كبيرة للتعبير، وأيضا حيتيح مساحة كبيرة لكل الإريتريين. هذا الإعلام لن يكون فقط لمكونات المجلس الوطني، إن كان مكونات المجلس الوطني هي 20 تنظيم وعدد من المؤسسات، لكن أهداف المجلس، النظام الأساسي للمجلس، الميثاق السياسي للمجلس هو مبني على حرية التعبير، على تأكيد الديمقراطية وفتح مدرسة ديمقراطية في إريتريا، لأن الديمقراطية هي مدرسة يجب أن تفتح أبوابها من الآن، ليس غدا بعد الدخول إلى أسمرة. هذه هي القناعات، وبالتالي انطلاقا من هذه القناعة هناك حتكون مساحة كبيرة جدا جدا للتعبير. الضوابط قد تكون هي ضوابط بسيطة، هي عدم التعرض لمكونات المجلس الوطني بالجانب السلبي. النقد البناء أيضا مطلوب حتى للمجلس الوطني، النقد البناء مطلوب حتى بالنسبة لمكونات المجلس الوطني، لكن هو النقد الهدام هو المرفوض، وغير ذلك ستكون هناك أعتقد مساحة كبيرة للحرية. وهذه هي السياسة التي ننطلق لتأكيدها أو لترسيخها في الفكر السياسي الإريتري بإذن الله. يعني بمعنى أستاذ أحمد دايرين نطمئن نحن ويطمئن المستمع، يعني هل المسؤولين في إعلام أدال تي في الآن مثلا بهذا المكون الموجود ليس بالضرورة أن يكونوا أعضاء في المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي كإعلاميين نحن نتحدث؟ نعم، ليس هناك لأن يكون عضو في المجلس الوطني، لكن الشرط الذي ندعه يعني أن يؤمن بالتغيير الديمقراطي، نعم. أن يؤمن برسالة الديمقراطية، أن يؤمن بالتغيير الديمقراطي في البلاد،
يعادي هذا النظام الدكتاتوري موجود في أسمرة. هذا هو الشرط الوحيد، لكن ليس بالضروري أن يكون هو عضوا في المجلس الوطني، ولا أن يكون عضوا في أحد مكوناته للمجلس الوطني الإريتري. نحن نخاطب كل كادر إريتري، كل كادر مقطع إعلامي، لأنه يكفي أنه هو يريد أن يقدم من خبرته، يريد أن يقدم ما يستطيعه لشعبه. بمعنى أستاذ أحمد، ليس هناك إملاءات من أي حزب هو عضو في المجلس بسياسات معينة لتغذية إعلام المجلس، أليس كذلك؟ لا نعم ليس شرط. ما في إملاءات، يعني ما ممكن الحزب الفلاني مثلا يقول يا جماعة نحن كده ودي شروطنا نحن للإعلام، محاصصة وحاجات كده ما فيش. لا لا توجد محاصصة، بدليل أن المكتب التنفيذي الذي تم تكوينه في المؤتمر الأخير هو تم باختيار ديمقراطي مباشر، عكس التكوين بالنسبة للقيادة المركزية للمجلس الوطني الإريتري. القيادة المركزية محاصصة، فيها كوتات، فيها الديمقراطية التوافقية، لكن المكتب التنفيذي هو تم اختياره بطريقة ديمقراطية مباشرة من خلال الكفاءات والقدرات الموجودة. بناء عليه أيضا مكتب الإعلام تم أيضا اختياره بهذه الصورة. بالتالي مكتب الإعلام الآن أيضا سياسته مبنية على خدمة الشعب الإريتري، خدمة التغيير الديمقراطي، خدمة كل الإريتريين بغض النظر عن أفكارهم ومشاربهم. جميل. أستاذ أحمد، المجلس كم حزب يضم الآن؟ الآن المجلس يضم 20 تنظيم سياسي. 20 تنظيم سياسي، جميل. نعم. ويشمل منظمات مجتمع مدني؟ نعم، 6 مؤسسات المجتمع المدني. كويس. وكذلك في ممثلون الذين تم تصعيدهم عبر الاختيار الجماهيري من الفروع المختلفة، سواء كان في أوروبا أو في أستراليا أو في أمريكا. طيب أستاذ أحمد، يعني أنا أقول هذا الإعلام اللي حيبدأ وبدأ حقيقة، والإذاعة اللي حتبدأ، هو حقيقة هو اختبار لهذه التنظيمات المكونة للمجلس الوطني، وممكن التنظيمات اللي حتجي بعد ذلك بما فيها مؤسسات المجتمع المدني. 26 كيان الآن، يعني أعتقد أنه نجاح هذه المؤسسة مرهون على قناعة وإيمان والتزام هذه المؤسسات. هل هناك سياسة أو خطة معينة تلزم أعضاء هذا الكيان المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي أن تلزمهم بدعم الإعلام في هذه المرحلة؟ طبعا الدعم المادي، أنا أعني الدعم المادي. نعم، هناك طبعا يوجد إلزام بالنسبة لكل تنظيم ما يسدده للمجلس الوطني من المساهمات. كويس. دي موجودة، تم إقرارها في المؤتمر الثاني، أنه كل تنظيم على حسب حجمه في ما يدفعه للمجلس الوطني الإريتري كميزانية عامة للمجلس. نعم. لكن إلى الآن لا توجد هناك شيء ملزم للمساهمة خاص للمكتب الإعلامي، لكن المكتب الإعلامي الآن حيعتمد على ما يتبرع به الجمهور الإريتري والمتابع الإريتري. أيضا حتى التنظيمات الإريترية أيضا سيتم مخاطبتها، سواء كانت مكونات المجلس أو خارج المجلس الوطني. كل القوى الوطنية سيتم مخاطبتها برسائل رسمية لدعم هذا التوجه الإعلامي الموجود الآن. طيب، دايرين نطمئن حاجة واحدة أستاذ أحمد، هذه التنظيمات التزامات المالية مما تأسس المجلس في مرحلته الثانية، هل يعني ملتزمة وقاعد تدفع التزامات المالية؟ سيبك من الإعلام. نعم، في بعض التنظيمات طبعا سددت ما عليها، في أيضا بعض التنظيمات يعني ما زال مساهمتها في الطريق ويتم تذكيرها أيضا من وقت لآخر. لكن أستاذ أحمد، يعني ألا تفتكر إنه المسألة أنه كان دعم الإعلام للمجلس الوطني تكون مفتوحة كده يعني بحسب رغبات الناس للمتبرعين وكده؟ ما تفتكر المسألة دي في خطورة على الإعلام للمجلس؟ ليه ما تكون في ميزانية أو مقتطع من ميزانية المجلس وتطلع من الالتزامات المالية لكل حزب حسب أعضاء ومركزه وكده،
لماذا لا تقتطع للإعلام ميزانية من هذه يعني الميزانية داير بها شنو المجلس؟ إذا ما يدعم إعلامه، إذا ما يدعم كوادره، أصل الميزانية تمشي في شنو مثلا؟ نحن ما داير ندخل في التفاصيل. ليه أنتم كإعلاميين وأنت كمسؤول الإعلام والثقافة في المجلس، موضوع الثقافة دي ممكن نجيه بعدين مرة ثانية، ليه ما يكون في نصيب أو نسبة معينة من هذا أيا كان المبلغ المجموع للإعلام؟ لأنه الإعلام عشان تخليه للتبرعات مسألة دي فيها خطورة شوية. لا بالتأكيد طبعا هناك في ميزانية ضمن المكتب التنفيذي. يعني كل المكاتب التنفيذية عندها ميزانية من المجلس، لكن بما أنه الحاجات الإعلامية هي كبيرة، لهذا السبب أيضا نقول كعمل إضافي أكثر سيكون في توجه إلى الجمهور وإلى المتابعين، حتى إلى مكونات المجلس التنظيمات نفسها بشكل انفرادي تتبرع إذا تدعم هذا المجال. هو ده حيكون مفتوح أكثر، لأنه الميزانية التي تأتي من المجلس للمكتب الإعلام قد لا تغطي كل احتياجاته في الوقت الحالي. ما في شك. نعم. وخاصة مع انطلاق القناة الفضائية الإريترية الأدال يعني. والله نحن من هنا نهيب بكل المستمعين، لأنه مجموعة أسمرة لم تفلح في مخططاتها إلا لأنه مسكت حاجتين، يعني مسكت في الثقافة أو في العاملين في مجال الثقافة اللي هي الإبداع بشكل عام والإعلام، ومن خلال هاتين الوسيلتين شكلت المجتمع بالشكل الذي تريد، أو على الأقل استطاعت أن تمرر أجندتها وتحكم 30 سنة في نظام أقرب إلى نظام الغاب والفوضى اللي ما ممكن يتخيل الإنسان حتى في الأفلام ذاته. ومن هنا مسؤولية انتشال هذا المجتمع هي تتوقف على كل مستمع لهذا البرنامج، والذي يؤمن بحق الحرية والعدالة وانتشال المجتمع من هذا الكابوس الموجود في إريتريا. نحن من هنا عبر إذاعة إرينا الدولية نهيب بكل المستمعين يعني دعم هذه القناة ودعم كل النوافذ الإعلامية الموجودة. يعني أنا أقول والله أعضاء الحزب بتاعت 26 تنظيم و6 من منظمات المجتمع المدني، أعضاء هذه الكيانات السياسية والتنظيمية، لو كل واحد فيهم من الأعضاء تبرع بدولار واحد في اليوم، $1 بس في اليوم، يعني ممكن إعلام ده حيحقق نجاحاته يعني. وبالتالي نهيب بكل المستمعين لدعم هذه القناة. أستاذ أحمد أنا سعدت باللقاء، ولكن أعتقد نحتاج إلى برضو خطاب مباشر لكل المستمعين. فماذا أنت قائل بأهمية الدعم والوقوف؟ ولما نقول دعم ليس الدعم المادي فقط، ولكن الدعم الفني والمعنوي واللوجستي ودعم الخبرات وما إلى ذلك. تفضل أستاذ أحمد، المجال مفتوح لك. هذه إذاعة إرينا. بداية شكرا لك أستاذ أحمد على هذا النداء الذي وجهته، وهذا هو فعلا المطلوب. أيضا أريد أن أؤكد بداية أن قناة أدال الفضائية ستكون نافذة لكل أبناء إريتريا ليعبروا فيها عن آرائهم وآمالهم وأحلامهم وطموحاتهم، وهي أيضا بالتأكيد ستحاول أن تستفيد من كل القدرات والكفاءات الوطنية، وخاصة في مجال الإعلام وغيرها من المجالات المختلفة، لأن هذه القناة ستكون ملكا لأبناء إريتريا كافة، وهي لا تستطيع أن تستمر في أداء رسالتها إلا بهم وبدعمهم. لذا يعني نحن نطالب كل أبناء إريتريا، كل الحراس الحرية والديمقراطية الذين يريدون إحداث التغيير في إريتريا أن يدعموا هذا العمل الذي انطلق، لأنه لا يمكن أن يستمر أي عمل إلا من خلال الدعم. وبالتالي نطلب الدعم الكامل من غير تحفظ، وأيضا أن يتقدموا بآرائهم وأفكارهم حتى بالنقد البناء، وكل هذا مرحب فيه في إطار الإدارة الخاصة. بالنسبة لقناة أدال، من هنا يجب أن يقف كل أبناء إريتريا مع هذا التوجه الإعلامي الجديد، لأنه هو إعلام مسؤول، إعلام تحت إدارة مسؤولة، قناة يعني تحت مظلة إريترية معارضة كبيرة بحجم المجلس الوطني. بالتأكيد هي ستؤدي رسالتها بالشكل الذي يريده الشعب الإريتري،
نريده أيضا من هذا الباب كل أبناء إريتريا أن يقفوا إلى جانب هذه القناة، وخاصة أيضا نداء خاص لكل الإخوة الكادر الإعلامي الإريتري المناضل أن يقف خلف هذه القناة بما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بما يستطيعون نرجو ونتمنى أن يقفوا معنا في هذا الصرح الذي نريد بناءه. وكل خطوة تبدأ كل 1000 ميل يبدأ بخطوة أولى، وهذه أعتقد خطوة أولى. نرجو ونتمنى من كل أبناء إريتريا أن يقفوا إلى جانب هذا العمل، لأنه هذه المؤسسة ستكون لكم ولكل أبناء إريتريا. نحن الآن في قيادة المجلس الوطني نحن موجودون اليوم، وبكرة أيضا قد يأتي فريق آخر في المكتب التنفيذي، قد يأتي شخص آخر في مكتب الإعلام من أبناء إريتريا. بالتالي هي مؤسسة لكم وبكم. نتمنى أن تجد قبولا أولا، وثانيا أن تجد منكم أيضا الدعم الكامل. شكرا لك أستاذ أحمد، وهذا يعني أقل ما يجب أن يكون من المجتمع الإريتري الموجود في الخارج تحديدا للوقوف ودعم هذه النوافذ. ونحن نتحدث اليوم عن أدال تي في. شكرا لك مسؤول الإعلام والثقافة الأستاذ أحمد نقاش، اللي تحدثت للمستمعين في حلقتين، والأستاذ أحمد نقاش مسؤول الإعلام والثقافة للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. نحن سعدنا بلقائنا معك، ونحيي كل فريق أدال تي في وفريق العمل الموجود، وإن شاء الله إلى مزيد من النجاحات. شكرا لك، وإن شاء الله نلتقي بك مرة ثانية في مواضيع أخرى. أعزائي المستمعين، كنتم مع حلقة في برنامج متابعات. تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف، وتحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون في الهندسة الإذاعية. مجددا شكرا لك أستاذ أحمد نقاش مسؤول الإعلام والثقافة للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. السلام عليكم. شكرا لك أستاذ أحمد. شكرا لك. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحيات زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس. ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.